إيه اللي بيحصل في حلف الناتو؟ إيه اللي بيحصل مع ترامب وإيران؟ وسط الزحمة اللي احنا عايشين فيها وفي الوقت اللي أغلب الناس كانت مركزة مع أخبار دافوس، أمريكا كانت بتعمل واحدة من أخطر الحركات العسكرية في تاريخ الشرق الأوسط الحديث. خلال ساعات قليلة، واشنطن حشدت قوات ما حصلش زيها من أيام حرب الخليج. الناس كانت مشغولة بمؤتمر الاقتصاد العالمي، بتصريحات ترامب المستفزة، بسخريته من قادة أوروبا وتهديده الصريح بالاستيلاء على جرينلاند. وكان في حالة ذهول عامة من التصريحات الأوروبية اللي لأول مرة بتتكلم عن انقسام حقيقي مع أمريكا. انقسام ما حصلش من وقت الاستعمار والإمبراطوريات، لكن اللي محدش خد باله منه إن كل ده كان مقصود: تشتيت كامل قبل ضربة. ترامب كان بيطبق واحدة من أقدم قواعد الحروب: اشغل الخصم وخلي العالم يبص في حتة واضرب في حتة تانية، والهدف إيران. خليني أرتب لك الصورة واحكي لك اللي حصل خلال ال 48 ساعة اللي فاتوا، لأن اللي بيحصل دلوقتي مش عادي وبيأسس لمرحلة أخطر بكتير. وخلينا نقسم الموضوع لمحورين: الأول دافوس وأوروبا، والتاني اللي بيتحضر لإيران. نبدأ بالمحور الأول. تخيل تصحى تلاقي نظام غربي بقاله 80 سنة اتبنى بعد الحرب العالمية التانية بيتفك قدام عينك في كام يوم: فضايح دبلوماسية، إهانات علنية، وابتزاز اقتصادي على المسرح العالمي. اللي عمله ترامب في دافوس ما كانش مجرد تصريحات نارية، ده كان كسر صريح لقواعد اللعبة، إعلان غير مباشر إن زمن الشراكة خلص، وإن أمريكا رجعت تفكر بعقلية الإمبراطورية مش الحليف. ترامب دخل المؤتمر وهو ملوح بفرض جمارك 10% على واردات 8 دول أوروبية أعضاء في الناتو، جمارك كان مقرر تطبق في أول فبراير 2026. والرسالة كانت واضحة: يا تتعاونوا يا تتحاسبوا اقتصادياً. والتعاون المقصود هنا جرينلاند. ترامب قدم الموضوع كأنه فاتورة متأخرة. أمريكا على حد كلامه صرفت تريليونات على حماية أوروبا والناتو، ودلوقتي وقت الدفع. بالنسبة لأمريكا، جرينلاند مش مجرد جزيرة متجمدة، دي موقع استراتيجي خطير، جزء من منظومة الدفاع الصاروخي الجديدة اللي اسمها القبة الذهبية، ومفتاح السيطرة على ممرات القطب الشمالي اللي الجليد فيها بيدوب، وبيفتح طرق ملاحة جديدة هتغير شكل التجارة العالمية ويمكن تنافس قناة السويس نفسها. أوروبا فهمت الرسالة كويس: ده مش تفاوض، ده ابتزاز واستعمار بنكهة أمريكا، والمرة دي الضحية أوروبا نفسها. واللي حصل بعدها كان تقيل. ترامب طلع فجأة وقال إنه عقد اجتماع ممتاز جدا مع أمين عام الناتو، وإنهم حطوا إطار عام لاتفاق مستقبلي بخصوص جرينلاند والقطب الشمالي، وبناء عليه قرر تعليق الجمارك اللي كانت هتتفرض. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أوروبا اتكسرت تحت الضغط ودخل التفاوض غصب عنها، وترامب أخد اللي عايزه. وقريب جدا هنشوف وجود عسكري أمريكي جديد في جرينلاند، قواعد، بطاريات دفاع، وكل ده من غير أي اعتراض أوروبي حقيقي. ومن هنا نروح للمحور التاني. وإحنا مركزين مع سقوط هيبة أوروبا، ترامب كان بيحضر لحاجة أخطر بكتير: إيران. من حوالي أسبوع، وبعد ما أمريكا أجلت الضربة اللي كانت متوقعة، ناس كتير افتكرت إن الموضوع خلص، لكن الحقيقة الضربة ما اتلغتش، الخطة هي اللي اتغيرت. ترامب أمر بتحريك حاملة الطائرات إبراهام لينكولن من المحيط الهادي للشرق الأوسط. الحاملة عدت مضيق ملكة واتجهت لبحر العرب، والتقارير بتأكد إنها وصلت بالفعل. الحاملة دي لوحدها شايلة حوالي 80 ل 90 طيارة ما بين مقاتلات وطائرات استطلاع، ومعاها مدمرات صواريخ من طراز أرلي بيرك. والمهم بقى إنها عطلت نظام التعريف الآلي، وده ما بيحصلش غير قبل العمليات الكبيرة. وفي نفس الوقت تقارير بتتكلم عن تحرك حاملة تانية، جورج بوش، من يوم 16 يناير وقربها للمنطقة. جوياً، أمريكا نقلت مركز ثقلها للأردن، وتحديداً قاعدة موفق السلطي. أسراب F-15E جاية من بريطانيا، حوالي 36 طيارة، في أكبر تمركز جوي أمريكي حالياً في الشرق الأوسط، ومعاهم طيارات تزود بالوقود، وجسر عوني جوي ضخم بأكتر من 15 طيارة شحن C-17، وكل ده في 36 ساعة بس.
الخبراء المعسكريين بيقولوا إيه؟ الحشد ده ما بيحصلش إلا لو في تجهيز لعمليات طويلة. اللوجستيات دايما بتيجي الأول وبعدها الضربة. طب ليه التأجيل؟ لأن إيران أعلنت إن ردها مش هيبقى مباشر على أمريكا، لكن على قواعدها في المنطقة، وده خلى أمريكا تغير الخطة وتقلل وجود الجنود في قواعد ثابتة وتعتمد على فكرة الجيش المتحرك، يعني ضرب من الجو والبحر من غير أهداف ثابتة سهلة. وده معناه إن أي رد إيراني هيبقى موجه ناحية إسرائيل، وعشان كده إسرائيل دلوقتي في حالة استنفار قصوى، اجتماعات أمنية، نشر دفاعات سومية، تقارير عن إخلاء جزئي للمستشفيات، ووصول 3 طيارات F-35 جديدة لقاعدة نيفاتيم. طب وإيران مش واقفة تتفرج، تحركات مكثفة لقوافل صواريخ ومسيرات، نقل معدات بين المدن، وأوامر عاجلة لبوعد القيادات العسكرية لقواعدها. لكن الأخطر هو دخول الصين. تقارير بتتكلم عن وصول 16 ل 20 طيارة شحن صينية بحمولة تقارب من 1200 طن، أنظمة دفاع جوي متطورة، رادارات إنذار مبكر، قدرات حرب إلكترونية. الصين فاهمة إن اللي جاي مش مجرد ضربة، دي حرب وجود. سقوط إيران يعني ضربة مباشرة لأمن الطاقة الصيني وكسر محور الصين روسيا في المنطقة. كل التقديرات بتقول إن الضربة لو تمت هتكون قبل نهاية يناير، وغالباً في عطلة عشان الأسواق تبقى مقفولة. لحد ما الصورة تكمل هنفضل نتابع مع بعض كل جديد. المصادر تحت في أول كومنت، وما تنساش الشير عشان غيرك يفهم إيه اللي بيحصل في العالم دلوقتي.